مسلسل ورد على فل وياسمين نظريا هو بطولة صبا مبارك، لكن عمليا هو بطولة احمد عبد الوهاب. نسبة كبيرة جدا من المشاهدين اللي بيتابعوا المسلسل ده هم بيتفرجوا علشان احمد عبد الوهاب، عايزين نشوف مشاهده، عايزين نشوف خفة دمه. والحقيقة ان احمد عبد الوهاب في مسلسل ورد على فل وياسمين اثبت بجد ان الحضور والكاريزما والقبول اقسم بالله دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش حاجة بتتفرض على الجمهور. يعني يا ريت الجملة دي ولاد الممثلين والممثلات اللي مامي ودادي بيفرضوهم علينا في كل مسلسلاتهم واعمالهم، يا ريت تسمعوا النصيحة دي كويس. واخده لي بالك يا اميرة يا اديب، والله العظيم القبول والحضور وحب الناس ده مش بالعافية. مسلسل ورد على فل وياسمين تقريبا اتعرض منه لحد دلوقتي 6 حلقات، واحنا بنتكلم تقريبا في نص المسلسل عدى، لان هو المسلسل كله 15 حلقه. والمسلسل ده على الرغم ان هو ما فيهوش احداث كتير سريعه، يعني ما فيهوش مثلا سسبنس واكشن وجريمه الحاجات اللي احنا متعودين عليها في المسلسلات، لا هو مسلسل بسيط جدا وقصته بسيطه جدا، ولكن مع ذلك هو مسلسل خفيف، يعني هتبقى بتتفرج وانت بتفصل كده، هادي لطيف قوي وفيه نسبه كوميديا معقوله جدا. الحقيقه انا النهارده مش جاي اتكلم قوي عن المسلسل، لان انا كنت اتكلمت قبل كده لما شفت اول كام حلقه من المسلسل، وتقريبا رايي زي ما هو مسلسل حلو وخفيف ولطيف، ما فيهوش احداث كتير، يعني ما فيش حاجه مختلفه. لكن يمكن لما اتعرضت حلقات اكتر من مسلسل ورد على فل وياسمين، اكتر حد لفت نظري هو احمد عبد الوهاب، ان هو عنده كاريزما قويه جدا جدا، رغم ان يعني المسلسل مش بطولته، هو يعتبر بطوله صبا مبارك وهو بعدها، بس انا حاسس ان هو بطولته هو. ومن الحاجات اللطيفه جدا ان انت بجد لما تتفرج عليه هتحس قد ايه ان هو حد دمه خفيف جدا وحضوره سلس. وعشان اكون حقاني، هو بيقول افيهات حلوه جدا ممكن تفطسك من الضحك بتلقائيته، وبيقول افيهات تانية ممكن تبقى نص نص، يعني ما تضحككش قوي بس تخليك تبتسم، وفي برضه افيهات بيقولها مش هتجيب معاك، يعني ما تضحككش. طبعا هي دي بتختلف من فرد للتاني، بس تقريبا كل الحاجات اللي بيقولها مش هتضحكك هي برضه مش هتقفلك منه، يعني مش هتحسه بيقلش او بيحلب الافيه او بيبقى دمه سمك زي ممثلين كتير. فبالنسبه لي في مسلسل ورد على فل وياسمين اكتشافه هو احمد عبد الوهاب، ده اللي اعتقد ان بعد المسلسل هو هيبقى في حته اكبر قوي 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 مما كان قبل المسلسل. ويمكن لما قعدت ادور على احمد عبد الوهاب، يعني انا بشكل شخصي فاكره من اخر سنه سنتين، اللي هو فاكر له اعمال معينه، لكن لما عملت عنه سيرش لقيت ان الراجل ده شغال من كتير جدا، وفي حاجات كتيره جدا انا ما كنتش اعرفها هو كان شغال فيه. تعالوا كده نبص سريعا على اكتر الحاجات اللي بشكل شخصي فاكرها، واللي اعتقد كتير جدا منكم هيبقوا فاكرين دي ادوار هو عمل. يعني مثلا انا فاكر له دور كان يعتبر ضيف شرف في فيلم احمد واحمد، كان شخصيه سراج، هو كان مشهد واحد تقريبا بس تحس انه كان ليه حضور قوي جدا، كان مع البطلين احمد فهمي واحمد السقا، بس هو من وجهة نظري يعني كان هو بطل المشهد ده. برضو السنة اللي فاتت كان شغال في فيلم درويش بتاع عمرو يوسف، كان عامل شخصية رشدي، والحقيقة رغم ان يعني انا ما حسيتش الدور ده كوميدي زي مثلا الدور الصغير جدا اللي عمله في فيلم احمد واحمد، لكن برضو كان حضوره مميز وتحسه لطيف ما تتقفلش منه. اعتقد اغلبنا هنبقى فاكرين دوره في مسلسل اشغال شقة، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني اللي هو اشغال شقة جدا، كان عامل دور فادي وبرضه كان دمه خفيف جدا وعنده حضور قوي. من المسلسلات اللي انا فاكرها له، حتى يمكن انا ساعتها ما كنتش لسه عارف اسمه قوي، مسلسل الكابتن اللي هو بتاع اكرم حسني. من وجهة نظري المسلسل ده ما كانش اعظم حاجه، بس انا فاكره، يعني هو كان ليه حضور مميز، انت هتفتكره كويس قوي لو انت شفت المسلسل. المفاجاه بقى بالنسبه لي ان هو مش بس اشتغل كوميدي، ده هو كمان اشتغل دراما، يعني هو ممثل دراما، ان هو طلع في مسلسل الحشاشين، يمكن برضه ما كانش دور كبير او دور بطوله، بس كان بيمثل درامي حلو جدا، ودي بالنسبه لي حاجه حلوه، يعني رغم ان هو كل الشغل اللي اشتغله كوميدي، لكن هو برضه لما عمل دراما عملها بشكل كويس. وانا فاكر ان كان في مسلسل بتاع يسرا تقريبا كان اسمه الف حمد لله على السلامه، المسلسل ده كان قلش القلش، بس هو بقى يعني لما قعدت اركز افتكرت ان هو ظهر قليل قوي، كان تقريبا دوره اللي هو النقيب اسمه حسام، بس كان حضوره كويس، يعني تعتبر هو ده انضف حاجه في المسلسل، لان المسلسل كله كان قلش القلش. وطبعا هو كان برضه في مسلسل البيت بيتي الجزء الاول. المفاجاه بقى اللي اعتقد انا بشكل شخصي ما كنتش عارفها، واعتقد ناس كده مش عارفينها، ان احمد عبد الوهاب مش شغال من اخر 5-6 سنين، ده تقريبا شغال من 2009. يعني المفاجاه ان هو كان شغال في مسلسل بتاع اسماعيل ياسين اسمه ابو ضحكه جنان، المسلسل ده كان سنه 2009، وقبلها بقى اصلا كان شغال في حاجات ممكن احنا ما شفناش، لان هو كان بيدرس في ورشه خالد جلال، واشتغل بقى في حاجات افلام قصيره على مسرحيات، هو شغال بقاله فتره كبيره جدا، ودي بالنسبه لي بشكل شخصي كانت مفاجاه. انا كنت اعرف ان احمد عبد الوهاب مؤلف، يعني اعرف ان هو كمان بيكتب حاجات، لكن لما
عملت سيرش اتفاجئت، واعتقد كتير مش هيبقوا عارفين ده، ان هو كتب كمؤلف حاجات كتير جدا. يعني بدايته خالص هو كان بيكتب مسرحيات في مسرح مصر، برضه هو كتب فيلم انا معرفوش اسمه فيلم روج، وفي مسلسل اسمه شاش في قطن، وبرضه كان مشارك في كتابة، يعني كانت ورشة كتابة مسلسل عزمي واشجان بتاع حسن الرداد وايمي سمير غانم، وهو كان كاتب مسلسل البيت بيتي اللي هو الجزء الاول والجزء الثاني، ومسلسل خالد نور وولده نور، وبرضه هو مؤلف فيلم اكس مراتي. وفي فيلم احمد واحمد هو مش كان المؤلف لكنه اشرف على الكتابة. يمكن بشكل عام انا بالنسبة لي مش من الناس اللي بحب الممثل اللي بيألف ويخرج وينتج، يعني بحس انك بتبقى مشتت. لكن في تجربة احمد عبد الوهاب، على اعتبار ان هو رغم انه بيشتغل بقاله كتير لكن هو لسه بيبدأ، يعني بدأ كلنا نعرفه، لان لحد دلوقتي في المسلسل بتاع ورد على فل وياسمين في ناس بتكتب هو اسمه ايه. ففكرة ان انت بتمثل كوميدي وبتعرف تكتب كوميدي اعتقد دي بتخدم قوي، يعني هو عارف ازاي يكتب الكوميدي ويطلع الافيهات، فلما يجي يمثل لما ياخد مساحة كبيرة زي ما ده حصل المسلسل الاخير اللي هو ورد على فل وياسمين، هو اكيد عارف يرمي الافيهات ازاي، ايه الحاجة اللي ممكن تضحك، ايه الحاجة اللي دمها خفيف، ايه الحاجة اللي قالش. اكيد يعني هو مش كاتب المسلسل بس اكيد هو اضاف على السكريبت، او على الاقل ضاف على الجمل بتاعته، حط افيهات ليه هو. فبعد نجاح احمد عبد الوهاب وفي اجماع كبير جدا على انه الشاب ده عنده موهبة حلوة وعنده حضور حلو، بالذات بانت قوي في مسلسل ورد على فل وياسمين، اتمنى ان انت تحافظ على الموهبة والحضور والكاريزما وخفة الدم دي، ما تبوظهاش بالحاجات اللي اغلب الممثلين بيبوظوا نفسهم بيه. يعني اول حاجة الحلب، انك تشتغل في حاجات كتير. يمكن هو احمد عبد الوهاب اصلا انا ما شفتوش بيشتغل في حاجات كتير، يعني ما اعرفش بقى عشان هو مش سوبر ستار فمش بتتعرض عليه حاجات كتير، ولا هو اختياره كده ان انا اشتغل في عمل واستنى واشتغل في عمل تاني، ده احلى 100 مرة مما اكون انا بحلب نفسي. اكيد الناس هتزهق، يعني مثلا انت عندك مصطفى غريب وحاتم صلاح، دول من اكتر الناس المضحكين اخر كام سنة، بس مشكلتي معاهم انه انت بقيت كتير قوي، يعني في السنة الواحدة انا ممكن اشوف لكل واحد فيهم بالست وبالسبع وبالثمان اعمال. لحد دلوقتي ادائهم حلو ولحد دلوقتي بيضحكوا، بس اكيد مع الوقت الكوميديا بتاعتك انا هستشفها وحاضر استنتجها فهتقفل منك. ولا انا تجربة مع بيومي فؤاد اللي هو اول ما ظهر كان بيشتغل كتير جدا والناس بتحبه، فجأة انت خلاص زهقت منه. اتمنى برضو من احمد عبد الوهاب، بما ان يعني انت من ضمن التاريخ الفني بتاعك اللي مش كبير قوي، انت اشتغلت مثلا مسلسل الحشاشين وليك دور درامي حلو جدا، اتمنى انك تنوع، يعني كمان يبقى فيه كوميديا وفيه دراما، لانه فعلا غير ان هو دمه خفيف في مسلسل ورد على فل وياسمين، هو اللطيف انه حضوره حلو، فيه كاريزما كويس، تبقى انت مبسوط وانت بتتفرج حتى لو هو مش بيرمي افيهات. ظهور احمد عبد الوهاب واعجاب الجمهور باحمد عبد الوهاب في مسلسل ورد على فل وياسمين يعرفك انه المواهب اللي بتطلع بنفسها وبتاخد وقتها وبيشتغل على نفسه، لان هو احمد عبد الوهاب ده شغال زي بقول لك من 2009 ويمكن كمان من قبل 2009، يعني مش عايز اصدمك احنا بنتكلم في 18 ولا 19 سنه. المواهب اللي زي دي اللي بتنضج وبياخد دور ويتعلم ويكبر اكتر، ده بيوصل بشكل حلو قوي، ولما بيوصل بيبقى بجد نجم. يعني اعتقد او اتمنى ان هو بجد ياخد مساحات اكتر ويبقى نجم بعد مسلسل ورد على فل وياسمين، واشوف له بقى عمل بطولته وهو كامل من اوله لاخره. على عكس بقى الناس الممثلين او ولاد الممثلين والممثلات اللي بيتفرضوا علينا، اللي هو في سنه لازم يبقى نجم، لا بيبقى فيه خبره ولا بيبقى فيه حضور كبير ولا حتى بيبقى عندك تعرف تختار ايه وما تختارش ايه. وعلى فكره انا والله ما قصدي اكون ضد ولاد الممثلين، بس هو الواقع بيقول كده، هو تجربه واحد زي احمد عبد الوهاب بتثبت كده. وعشان اوضح، يمكن انا من ساعه ما اتكلمت على مسلسل ورد على فل وياسمين كنت بقول انه احمد عبد الوهاب حضوره اقوى من صبا مبارك. طب هل صبا مبارك دورها وحش؟ الاجابه لا، هي عامله جهد وموصله على قد ما تقدر الدور، لكن كان رايي الشخصي ان هي مش افضل اختيار. عيب قوي في حقك ان تبقى انت البطله ويجي حد زي احمد عبد الوهاب هو البطل الثاني لكن هو اللي يخطف الاضواء منه. لو كنت انت بقى ممثله ثانيه ونفس الحضور ونفس الكاريزما كنت هتبقى انتوا الاثنين دويتو، اللي بيتفرج يحطوكوا انتوا الاثنين في نفس المكان. انت عارف ليه وانا بتفرج على دور صبا مبارك حسيت لو واحده زي فدوى عابد رغم انها برضو مش نجمه، لو كانت هي اللي بتعمل الدور ده حاسس انها كانت ممكن تاخد الدور ده في منطقه ثانيه، واكيد المسلسل كان هيتاخد في حته اعلى جدا. وبما ان حلقه النهارده عن احمد عبد الوهاب فهيبقى هو ده سؤال الحلقه: ايه اول دور انت شفته لاحمد عبد الوهاب، او ايه اكتر دور انت فاكره لاحمد عبد الوهاب من الادوار القليله اللي هو عملها قبل كده، حتى لو انت ما كنتش عارف اسمه ساعتها، يعني انت كنت شفت وشه وقلت الولد ده دمه خفيف او حضوره حلو بس انت ما تعرفش اسمه. اكتب لنا الادوار او الحاجات اللي انت شفتها في التعليق. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده ترجع في القناه هتلاقي سلسله
سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. فيعني معاك وقت جهد باقه ناقه، احنا في اجازه ويك اند، خد لك لفه قول لي ايه اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك. في حلقه النهارده عجبتك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبتكش قول لي ايه اللي مش عاجبك، ونحاول نظبط كل اللي انتوا بتقولوه ان شاء الله في الحلقات الجايه. وكالعاده بنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غرور.